رئيس الوزراء الإثيوبي يؤكد أن مراكز الخدمة المتنقلة التابعة لوزارة الداخلية في إثيوبيا تمثل تحولا جديدا في نظام تقديم الخدمات. إثيوبيا تحصل على دعم قوي من مؤسسات حكومية أمريكية وشركات كبرى في قطاع الطيران. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه نشرة إخبارية تأتيكم من قناة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي، نقدمها لكم من عاصمة أديس أبابا. أكد رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد أن مراكز الخدمة المتنقلة التابعة لوزارة الداخلية في إثيوبيا تمثل تحولا جديدا في نظام تقديم الخدمات مع التركيز على حماية البيئة واستخدام الطاقة المحلية. وأوضح رئيس الوزراء أن هذه المركبة صممت للعمل دون انقطاع من خلال الاعتماد على الطاقة الكهربائية والغاز المنتج محليا، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة أعلى وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي. وأشار إلى أن المراكز المتنقلة ستنشر في المواقع المزدحمة مثل الأسواق والجامعات والمدارس والمراكز التجارية، حيث ستوفر نحو 3000 خدمة مختلفة تشمل تجديد بطاقة الهوية وجوازات السفر ورخص العمل. وأضاف رئيس الوزراء أن هذا النظام يمثل تغييرا جذريا في طريقة حصول المواطنين على خدمات، إذ يتيح الوصول إليها بسهولة من أي مكان. وأكد أن الهدف من هذه المبادرة هو تقليل الوقت المهدور في الإجراءات، مشيرا إلى أن توفير دقائق قليلة يوميا للمواطنين ينعكس بشكل إيجابي على الإنتاجية والاقتصاد الوطني. وافق مجلس الوزراء في إثيوبيا خلال دورته العادية 54 على حزمة من الاتفاقية الاقتصادية والتشريعية شملت قروضا دولية واتفاقيات استثمار وتعاون ثنائي. وتصدرت جدول الأعمال اتفاقيا قرض بقيمة 80 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، 110 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، حيث تقرر توجيه التمويل لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني وتعزيز خدمات التمويل الأصغر في المناطق الريفية. كما ناقش المجلس اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الخاصة بإنشاء مصنع لإنتاج سماد اليوريا، والتي تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض الضغط على النقد الأجنبي وتعزيز الأمن الغذائي. وفي جانب التشريعات، بحث المجلس مشروع إعلان يتعلق بالأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب بعد إدخال التعديلات اللازمة. كما أقر المجلس إحالة 6 اتفاقيات ثنائية شملت اتفاقيات مع فيتنام وروسيا تتعلق بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمية من التأشيرات وإنشاء مركز أبحاث بيولوجي مشترك. وفي قطاع الطيران، وافق المجلس على 4 اتفاقيات خدمات جوية مع استواني وأنغولا وبنغلاديش وسيراليون، مع ما يتيح للخطوط الجوية الإثيوبية توسيع عملياتها وتشغيل رحلات ركاب وشحن وتعزيز الربط الجوي الدولي. حصلت إثيوبيا على دعم قوي من مؤسسات حكومية أمريكية وشركات كبرى في قطاع الطيران، إلى جانب جهات مالية دولية، لمشروع مطار بيشوفتو الدولي، في خطوة تعكس تنامي الثقة الدولية في مسارها الاقتصادي.
وأكدت وزارة المالية الإثيوبية أن هذا الدعم جاء عقب جولة ترويجية للتمويل في واشنطن، والتي أظهرت اهتماما متزايدا بالمشروع من قبل شركاء دوليين. وأوضح مسؤولون أمريكيون أن إثيوبيا تمضي نحو اقتصاد أكثر انفتاحا يقوده القطاع الخاص، مشيرين إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية وآفاق النمو المستقبلية. ويعد مشروع مطار بشوفتو الدولي من أبرز مشاريع البنية التحتية في قطاع الطيران بإفريقيا، حيث يتوقع أن يسهم في تعزيز الربط الجوي وتسهيل حركة التجارة ودعم مكانة إثيوبيا كمركز إقليمي وعالمي للنقل والخدمات اللوجستية. وفي هذا السياق أكد وزير المالية السيد أحمد شيدي أن المشروع يمثل أولوية وطنية ذات بعد عالمي، مشيرا إلى أنه سيسهم في تعزيز التجارة والاستثمار وربط الأسواق داخل أفريقيا وخارجها. ومن جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية السيد مسفين طاسو أن المشروع يستند إلى شراكات دولية قوية وسيمكن الشركة من تلبية الطلب المتزايد على نقل الركاب والبضائع. وبدورها أكدت نائبة رئيس الشؤون المالية في بنك التنمية الإفريقية حاسات نسيل الأهمية القارية للمشروع، مشيرة إلى أنه سيدعم التكامل الإقليمي ويعزز النمو الاقتصادي المستدام. أكدت الخطوط الجوية الإثيوبية إبرام طلبية جديدة لشراء 6 طائرات إضافية، وذلك عبر تحويل خيارات الشراء الواردة في اتفاقياتها مع بوينغ لعام 2023 الماضي إلى طلبات مؤكدة. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية التوسع طويلة الأجل للشركة بهدف تعزيز شبكتها العابرة للقارة انطلاقا من أديس أبابا، وزيادة سعة الشحن لمواكبة الطلب المتزايد على السفر لمسافات طويلة. وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي للشركة مسفين طاسو إن تأكيد هذه الطلبية يمثل خطوة مهمة نحو دعم النمو المستدام وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مشيرا إلى أن إدخال طائرات حديثة سيسهم في تحسين تجربة المسافرين والاستعداد لفرص التوسع المستقبلية. ومن جانب أعرب نائب رئيس بوينغ للمبيعات التجارية في إفريقيا أمبيسا إتبارك عن اعتزاز الشركة باستمرار اعتماد الناقلة الإثيوبية على طائرات دير ميلانر، مؤكدا أن هذه الطائرات تدعم توسع الشركة وفتح مسارات جديدة إلى جانب توفير تجربة سفر متقدمة. وتعرف طائرة 9787 دير الماراند بكفاءتها العالية في استهلاك الوقود ومرونتها التشغيلية، ما يمكن الشركة من تشغيل الرحلات الطويلة بكفاءة أكبر، فضلا عن دعم عمليات الشحن في الممرات التجارية ذات الطلب المرتفع. تكثف جمهورية التشيك جهودها لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع إثيوبيا في ظل تزايد الاهتمام بفرص الاستثمار والتعاون التجاري بين البلدين. جاء ذلك خلال منتدى الأعمال الإثيوبي التشيكي المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث أكد وزير الدولة في وزارة الخارجية التشيكية رادي كروبيش أن إثيوبيا تمثل سوقا واعدا للشركات التشيكية وشريكا متنامي الأهمية في المنطقة. من جانبه وصف يوهانس فانتا المدير العام للدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية الإثيوبية المنتدى بأنه يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدا أنه يهدف إلى استكشاف الإمكانات غير المستغلة في مجال التجارة والاستثمار. وأوضح أن الحكومة تقدم حزمة من الحوافز الاستثمارية تشمل إعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية على استيراد المعدات والمواد الخام، إلى جانب دعم قطاعات ذات أولوية مثل الزراعة والصناعات التحويلية والمنسوجات والطاقة المتجددة والتعدين.
حثت إثيوبيا على تعزيز التنسيق وتوحيد السياسات بين الدول الأعضاء في مجموعة البريكس في إطار توسيع نطاق التعاون داخل التكتل. كما أكدت أن التعاون البحثي والحوار المستمر وتعزيز الروابط بين الشعوب تمثل ركائز أساسية لبناء عمل جماعي فعال بين الدول الأعضاء. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية شدد منيلك ألمو مستشار السياسات الاجتماعية لوزير الخارجية على أهمية المنتدى في تعزيز التفاهم المتبادل بين الدول الأعضاء والشركاء، وأشار إلى الانضمام البلاد إلى بنك التنمية الجديد باعتباره خطوة مهمة من شأنها دعم تمويل مشاريع البنية التحتية وتعزيز التعاون الاقتصادي. وأكد أن إثيوبيا اتخذت خطوة ملموسة لتعزيز مشاركتها داخل التكتل مع سعيها إلى توسيع دورها، خاصة مع اقتراب رئاسة الهند لمجموعة البريكس عام 2026. وشدد أيضا على أهمية دور مراكز الفكر والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والقطاع الخاص في دعم التعاون داخل البريكس وتعزيز التواصل بين الشعوب. تتجه العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لترسيخ مكانتها كمحور رئيسي في مسار التحول الرقمي في إفريقيا، مع تصاعد الاستعدادات لاستضافة قمة المؤثرين الأفارقة على وسائل التواصل الاجتماعي 2026. جاء ذلك عقب اجتماع تشاوري رفيع المستوى لأصحاب المصلحة، والذي يعزز دور العاصمة الإثيوبية كمنصة لإبراز الصوت الإفريقي في الفضاء الرقمي العالمي. وتهدف القمة إلى تعزيز الحوار حول الابتكار الرقمي وتطوير صناعة المحتوى ودور وسائل التواصل الاجتماعي في صياغة الروايات الإفريقية على مستوى العالمي. وفي هذا السياق أكد فيستون إشيتو شماليس أن التحول الرقمي في إفريقيا يمثل فرصة استراتيجية لإعادة تشكيل صورة القارة عالميا، مشيرا إلى أهمية تمكين الأصوات الإفريقية من سرد قصصها الخاصة. ومن جانبه أشار جمدا الآن إلى تنامي الاهتمام بالقمة من مختلف أنحاء القارة، مؤكدا أنها تسعى إلى تعزيز التأثير الرقمي المسؤول وبناء بيئة إبداعية مستدامة قائمة على الابتكار. يشهد ملف وصول إثيوبيا إلى منفذ بحري اهتماما متزايدا في الخطاب السياسي والإعلامي، كما سلط دعوات تؤكد أهمية هذا الملف للاقتصاد الوطني ومستقبل التنمية. وفي هذا السياق أشار السياسي المخضرم السيد لينشولتا إلى أن فقدان إثيوبيا لمينائها البحري جاء نتيجة ترتيبات جيوسياسية تاريخية مرتبطة بمرحلة ما بعد استقلال إريتريا، موضحا أن ذلك انعكس بشكل مباشر على موقع البلاد الاقتصادي والاستراتيجي. وأوضح أن غياب المنفذ البحري ترتب عليه أعباء الاقتصادية كبيرة، إذ تكبدت إثيوبيا خسائر سنوية في تخاليف التجارة والخدمات اللوجستية في وقت يشهد فيه عدد السكان نموا متسارعا زاد من حجم الطلب على الخدمات والبنية التحتية. وأكد أن التوجه حاليا داخل البلاد يسعى إلى معالجة هذا الملف عبر وسائله السلمية والدبلوماسية، وبما يقوم به على مبادئ المنفعة المتبادلة مع الدول المجاورة. كما شدد على أن هذا التوجه يعكس بحسب وصفه رؤية وطنية تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وافتتاح آفاق أوسع للتجارة الإقليمية. ويأتي هذا النقاش في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل إثيوبيا إلى تطوير خيارات لوجستية وبحرية تدعم النمو الاقتصادي وتقلل من تكاليف التجارة الخارجية. متابعينا الكرام، قبل ختام النشرة نذكركم بأبرز ما جاء في الأخبار.
رئيس الوزراء الإثيوبي يؤكد أن مراكز الخدمة المتنقلة التابعة لوزارة الداخلية في إثيوبيا تمثل تحولا جديدا في نظام تقديم الخدمات. إثيوبيا تحصل على دعم قوي من مؤسسات حكومية أمريكية وشركات كبرى في قطاع الطيران. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي نشراتنا الإخبارية لهذه الساعة. نشكركم لحسن المتابعة. دمتم بأمان الله.